كونوا بخير. النهارده اكله جديده. النهارده وصفه جديده. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه كفته بالبطاطس. طريقه سهله وسريعه. ومعانا مقاديرنا: ملح وفلفل اسمر وتوم بودره وبابريكا. ومعانا ايه؟ قرفه مع اللحمه تبقى طبعا طعم جميل. ومعانا شبت. ومعانا طبعا نص كيلو لحمه مفرومه. معانا بصلتين مبشورين ولسه هنعصرهم وهننزل ميتهم، وناخد التفل بتاع البصل ونحطه ايه مع اللحم. ودي ايه عشان خاطر نزين بقى الصينيه بتاعتنا. معانا بصل وبطاطس، ومعانا ايه فلفل حامي وطماطم، ومعانا مكرونه هنعملها مع بعض، مكرونه سباكيتي. هنعملها مع الصينيه دي، مش هنعمل معاها رز، هنعمل معاها ايه مكرونه. نحط شويه زيت على الميه بعد ما غليت عشان ما يليمش معانا. ومعانا ايه حبة ملح حاطينهم على المية أول ما حطيناها. هننزل بس المكرونة عشان خاطر لما نيجي نخلص الصينية تكون المكرونة معانا ايه خلصت. ماشي. هنكسر كده المكرونة معاكم. كده هنكسر المكرونة. جبنا كيس ونص مكرونة، مش هعمل مكيسين كلهم، نعمل كيس ونص مكرونة. ماشي. هكسرها كده على 3. في ناس تحبها طويلة اللي يريحها برضك ايه، بس انا هكسرها على 3 عشان ما احبهاش طويلة قوي تقف في الزور وتوسخ الدنيا وتبهدل الهدوم. طبعا اللي عنده اولاد برضك ايه يبقى عارف البهدله تبقى شكلها عامل ازاي. كده نحط نص كيس كمان. حطينا كيس كده، هنقلبه بس ايه بالشوكه بتاعه التوزيع بتاعتنا عشان خاطر ايه تفك من بعضها، ما تبقاش مكتله كلها على بعضها. نحط لها شويه ميه كمان سخنين من الكتل. وهنزود كمان ايه شويه مكرونه تانيين. كريم بيعمل معايا، كريم بيكسر لي وانا باخد منه ايه وبحط. كريم بيكسر لي، ربنا يبارك لي فيه يا رب. بيحط معايا، قال لي يا ماما ايه قولي ان انا بعمل معاكي. قلت له حاضر، اقول اللي انت بتعمل معايا. هو الصراحه بيساعدني، واقف معايا وبيساعد معايا. انا لما تقلب لك قلت له لا، عشان دي ميه سخنه ما تتكبش عليك. ماشي. هو بيحط معايا اهو، شايفين ايده؟ هو بيحط معايا كده ايه. حطينا كيس ونص من المكرونه تتسلق بقى ايه على النار كده ايه قبل ما نخلص الكفته. وحطينا بقى ايه مقادير الكفته ونفكها من بعضها عشان كنت خاطر ما كنتش هعمل اصلا، كنت عامل مكرونه بس النهارده بطاطس محمره. بس كريم قال لي ايه انا نفسي اكل كفته. قلت له حاضر، هطلع لك كيس كفته يفك. وبعد كده ايه لما جه من المدرسه قال لي ما عملتليش كفته، أنا نفسي في كفته. قلت له اعملها لك ماشي. طلعتها له من التلاجة، وطبعا سبتها تفك شويه على قد ما تقدر. ابدا ايه اجهز فيها عبال ما المكرونه دي ايه تتسلق. لغايه بقى موضوع البطاطس المحمره، قلت احط البطاطس دي ايه مع الصينيه بالمره، وازود بقى ايه كميه البطاطس واللحمه تبقى الاتنين كميتهم كبيره وتشبع كده ايه، وعادي ياكلوا بقى مبسوطين كده. جبنا بقى ايه اللي حطينا التوابل كلها على اللحمه. وهنجيب البصل دوت هنعصره بايدينا. اللي عنده مصفى بيعصر بالمصفى عادي، بس انا احب اعصر البصل بايديا عشان اتاكد ان هو ايه نزل كل ميته. اعصر كده واتبت ايديا عليه كده، وانزل بس ايه الميه بتاعته. اتاكد بس ان كلها ميتها ايه نزلت عشان ما تفكش مني في الفرن. اعمل صينيه بطاطس باللحمه والخضار كده في الفرن. هتشوفوا مع بعضينا كده احنا عملناها ازاي. نعصره كده كويس، نعصر كده بايدينا كده ايه جامد. ونعصر كده بس ايه اللي عنده جوانتي عايز يلبس جوانتي في بيته يلبس برضك براحته، بس انا ما عنديش جوانتيات، بلبس الجوانتيات في البيت. احب اعمل حاجتي بايديا. نحط كده ايه نعصرها كويس كده قوي. اتاكد ان كل الميه بتاعتها نزلت منها، والميه دي مش هنرميها، الميه دي هنسقي بيها اللحمه عشان تدينا طعم برضك جميل. برضك مع ايه احط برضك حته دهنه كده ايه. دي طبعا حته ليا بس هي متلجة شوية، هاخد لها طاسة حطها جنبي عشان اسيحها. ناشفة طبعا، ساقعة ساقعة متلجة. اجيب طاسة كده ايه احطها على النار تفك معايا، قبل ما اقلب بس ايه اللحمة دي مع بعضها كده. ونسمي الله ونصلي على سيدنا محمد.
اللهم بارك يا رب. بسم الله كده، نسمي الله واحنا بنعملها اكلنا. بسم الله. سمي على اكلك وتشكري ربنا وانت بتعملي الاكل بتاعك يطلع حلو وجميل، وربنا يطرح فيه البركه. حتى لو جايبه ربع كيلو حتى تمشي نفسك بيه، هتلاقي الكميه معاك اتضاعفت لوحدها. بسيح طبعا حته اللي هي دي عشان خاطر كانت ساعه متلجه من التلاجة، واحطها على اللحم. في طبعا مسحت وفي مسحتش. طبعا اللحمه ساقعه لسه عشان خاطر كنت مطلعاها من التلاجة لسه مفكتش. طبعا صوابعي تلجت يعني. ومستعجلين وطلعتها ومكانش وقت معايا طويل ان انا اقعد افكها ياما، عشان خاطر بس كريم ما يزعلش واخويا طبعا. نجيب بقى خلاص عجنتها كلها كده ببعضها. هنعمل بقى كور كده ونبططها، نعملها دواير كده. نحط بقى رق من البطاطس ورق من البصل ورق من الطماطم، وهنلف بيها دايره في الصينيه كده. الصينيه عندي مدوره، هنلف بقى الصينيه معاها كده لحد اما نقفل الصينيه عليها. طماطمايه وبصلايه وكفته، طماطمايه وبصلايه، نحط الكفته والفلفل ده نحطه امتى؟ هنحطه بقى نشوفه مع بعض احنا نحطه ازاي عشان يدينا وادك الطعم بتاعه ينزل كله مع الاكل. هنرصها كده مع بعض ورا بعض كده، الصف كده ورا بعض بالدوران الصينيه معانا. شوفوا كده، نحط كده ونسمي الله. نحط بقى نبلها بمية البصل. كل كفتاية هنبلها بمية البصل عشان تدينا الطعم الحلو بتاعنا. نمسك كده، كريم بياكل فلفل معايا. انا هعمل معاكي تقول استنى لما اخلص وناكل مع بعضين. نحط كده، بس انا بس اوريكم شويه الصينيه عشان بس مبقتش هناكل حاجه. هي رق بطاطس ورق طماطم ورق لحمه. نحط كده اقرب شويه ميه البصل جنبنا نسقي بيها بس اللحم. ماشي. نحط كده من لحمه تاني، نخلص كل كميه اللحمه دي كلها مع بعض، وبعد كده نرصهم بقى ورا بعض كده. عايزه تعملي قرص اللحمه الاول وتقرصيها وتسيبيها على جنب وترصي بقى واحده واحده. لكن انا بقى اعمل واقرص واحط على طول في الصينيه، اعملها واحطها في الصينيه. مخدتش معايا وقت خالص انجزت معايا وتعمل معاكي كميه حلوه من الكفته مع اللحمه. والبطاطس كمان بتشبع مع الاكل يعني. لو انت عاملاها لوحدها مش عامله جنبها حاجه. طبعا انا سايبه المكرونه على النار بتستوي، بقلبها كل شويه عشان خاطر ما تتهرش معايا وتريح على بعض وتعجن. لازم تبقى تعملي حاجه، كل حاجه تبقى عينك عليها. ناخد طماطم هنا ورق كده ونقص كده الصينيه. مره نعملها مثلا صوابع، مره نعملها كور، مره نعملها مبططه كده. اهم حاجه تبقى تاكلي الحاجه بنفس، وتعمليها وانت حابه تعملي الحاجه اللي انت بتعمليها دي عشان تطلع معاكي كويس. نصلي على سيدنا محمد كده وندوس لايك وتشير الجرس للكل عشان خاطر يوصلك كل فيديو جديد. وكده بنحط كده الصينيه ونرصها كويس، نعمل شكل بس كده حلو كده في الصينيه كده، نرصها رصه حلوه. هو كريم صمم ان انا اعمل له كفته، قلت بقى يلا مش هزعله، مع انها لسه ساقعه متلجه. لما اجيبها لحمه بلدي طبعا ما اجيبش لحمه مجمده، بس لما اجيب حبه كده واحطهم في التلاجة بحيث ان لما اعوز واحتاج اطلع على طول، ما اروحش اشتري واروح الف وابعت الاولاد هم في الدراسه ومدرسه والكلام ده. اللحوم دي بجيبها احطها في التلاجة، وقت ما اعوز بطلع واسيبها تفك شويه في التلاجة من تحت من بالليل. بس كريم قال لهم انا عايز مع المكرونه كفته. قلت له خلاص ماشي. راح درسه ورجع لاني مخلصاها له. نحط كده واخواته بقى قالوا لي احنا عايزين كفته احنا كمان. قلت لهم خلاص ماشي، اخوكم يروحوا الدرس ويجوا كنا انا خلصت المكرونه وخلصت كمان الكفته. قلت لها كده على السريع كده.
صبيت عليها لحد ما فكت شويه، وبعد كده ايه جهزتها وحطيتها ايه، رصيتها بقى وقعدت اعمل لها الشكل الجميل ده. شايفين كده؟ هنخلص بقى ايه الكميه كلها مع بعضها. هي كده خلاص قربنا نخلص الصينيه يعني. هنكورها كده، متخليهاش تقيله كبيره قوي عشان خاطر ايه تاخد معاكي سوا، وتبقى كلها سوا واحد. ما تبقاش مثلا في كفتايه مستويه وكفتايه لا، يبقى كلها سمكها واحد. زي ما انتوا شايفين كده. كده ايه، نحط كده بدك ورا ظهرها كده بطاطس نرفعها شويه من على الارضيه، بحيث ان كلها تدينا ايه شكل واحد. نص كده بطاطس وطماطم، رق بطاطس ورق طماطم، ويبقى ايه كفته، رق بطاطس ورق طماطم ورق كفته. الطماطم بدك هتنزل ميتها، والبصل هينزل ميته، وهيسوي البطاطس. وانا هحط لها سنه ميه صغيره من ايه دافيه كده صغننه خالص، وهغطيها عشان ما تتحرقش وتنشف. وبعد كده ايه ما تكونش لسه بطاطس لسه استوت. انا هغطيها وهي جوه الفرن. نحط بقى ايه الفلفل ده على الوش كده، يدينا الشكل الجميل ده بتاعنا. لازم تغطيها عشان البطاطس تستوي وما تنشفش، وتستوي منك وتنشف وتتحرق منك وهي ايه في الفرن، وتبقى سمرة وتغمقي معاكي. لازم تسيبيها وتتغطيها في الفرن. اه جميلة جميلة جميلة. بصوا رايك بقى للصينية الجميلة دي. كده بقى ايه هاخدها واحطها في الفرن، وهحط لها شوية مية صغيرين من الأرضية كده، وهغطيها واسيبها تستوي براحتها خالص. وانا ايه عبال ما اعمل الصلصة بتاعة المكرونة. طفي بس التليفون. ندخلها كده الفرن معاكم. نمسك بقى بصلاية حلوة كده، نحضر بقى بصلاية كده كويسة، نحطها على النار وحبة زيت يسخنوا مع بعض. ناخد بس ايه الطاسة زي الكسرولة دي معانا، وهنشوح فيها البصلة. نقلب فيها تاني كده. هي قربت خلاص كده على السوا، خلاص كده فاضل لها ايه حاجات بسيطة. ونحط لها بقى الطماطم. ننزل بقى ايه معلقتين صلصة كبار كده حلوين. نقلب فيها كده ايه تقليبة كويسة. طبعا عاملة كيس ونص مكرونة، لازم ايه ازود الطماطم فيها. ما كانش عندي طماطم وقلت اعمل بكيس الصلصة ده يسد معايا بويدك ايه وقت ما انا ايه متكعبل. نحط شوية ملح وشوية شطة، نزود لها شوية مية بس كده سخنين عشان ما تطولش معايا ايه في الغليان. اقلب بس جامد كده. احط لها معلقه شطه حلوه. لو بتحبيه حامي حطي شطه، ما بتحبوش حامي حطيش. حطي بابريكا، شطه بارده. نقلب كده لحد ما تتسبك خالص. وبعد كده ايه تغلي 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 سوا تغلي كده. مش طبعا هحط لها شويه ميه سخنين، مش هتاخد معانا وقت ايه في الغليان. شايفين على طول كده ايه بتعمل ايه تغلي على طول كده معانا، مخدتش معانا دقيقتين. هنسيبها لحد ما وش الزيت يطلع الوش فوق خالص. اول ما تتسبك معانا ووش الزيت يطلع نطفي عليه على طول. نسيبها بقى ايه تاخد كده تسبيكتها حلوه كده. اخلصها بقى كلها واطلع اللحمه من الفرن واوريها لكم بعد ما استوت شكلها عامل ازاي. شايفين كده بعد ما استوت وخلصت. البطاطس طبعا مستويه واللحمه مستويه وكل حاجه مستويه فيها. شايفين كده ندوس على البطاطس كده اتاكد ان هي مستوت. شايفه كده كل حاجه مستويه ايه ما نشفتش مني ولا غمقت عشان انا مغطياها. نطلع كده الحته دي ايه ونشوف كده على المكرونه كده الدنيا ماشيه ازاي. اهو حته
نشيلها كده بالشوكة. تعالي كده ايه معايا، تعالي بقى كده، ايوه كده، ارفعي بقى شوية كده. يلا بقى ايه، بسم الله. ناكلها طبعا، شايفين كده، ناكل بقى ايه، بسم الله. جميلة، طعمها جميل، البطاطس مستوية والكفتة مستوية. متنسوش بقى تدوسوا لايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا في كل فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.